عند ظهر اليوم. ضحية من بين 23 شخصا قضوا نحبهم نتيجة انهيار 3 عمارات سكنية بحي برقون. تشييع جنازة الممثلة الشابة ذات 21 ربيعا حضره ثلة من أصدقائها وعدد من الوجوه الفنية الذين قدموا لمساندة عائلة الراحلة. الفنانة الشابة الصاعدة اللي كان كينتظرها واحد المستقبل كبير، واللي أيامها كلها كانت أحلام، بقات تحت الأنقاض متشبتة بالحياة. كان عندها أمل على أنها غادي تنقذ. كانت هي والأم ديالها بحال الخواتات، دائما كيمشيو مع بعضياتهم، كيجيو مع بعضياتهم. كنشوفهم في مجموعة من المناسبات كانوا كيحلموا بزوج. أمل معروف راهي سيدة محبوبة عند الجميع، لا هي الأم ديالها مدام فاطمة. خير دليل على هذا هو أنها كتشوفوا كاع الناس الممثلين والمخرجين اللي جاو والأصدقاء والجيران. الله يرحمها ويرحم جميع الاصدقاء ديالها والناس اللي ماتوا في برقون. رغم انها توفات فهي كتبقى الحمد لله حيه في القلوب ديالنا وفي الافكار ديالنا. فبهذه المناسبه فانا كنقدم باعز التعازي ديالي الى عائله الفقيده. هي التي ظلت وأمها تحت الأنقاض تتضارب الأخبار بشأن مصيرهما إلى جانب ضحايا آخرين منذ وقوع الحادث في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي. الراحلة أمل معروف من الممثلات السعيدات شاركت في عدة أعمال فنية من بينها الشريط القصير الصورة الأخيرة. السيدة 3 أيام وهي تحت الأنقاض، السيدة 3 أيام وهي كتهضر معهم في التليفون كتقول لهم أنا حية عتقوني. الله يرحم جميع الشهداء، كنترحموا عليهم ونجدوا عليهم الرحمات والمغفرة، وكنتمناو لوالديهم وحبابهم وصحابهم يرزقهم ربي الصبر والثبات. احنا كنعزيو بكل قلبنا هاد الضحايا، يعني العائلات ديال الضحايا ديال هاد الناس اللي توفاو. ما الكلام ما كاينش باش اللي غنعبر به في وفاة الزميلة والصديقة أمل معروف. اللي غنقول أنه الله يرحمها ويرحم الوالدة ديالها ويرحم جميع الاموات اللي ماتوا في هذه الفاجعه اللي مازال ما قدرناش اننا نستوعبوا اللي وقع. رحم الله جميع الضحايا والهم ذويهم الصبر والسلوان.